الله أكبر. بسم الله الرحمن. كله بيجي عند باب الكعبة وانت بتبدأ الشوط لازم تقعد تقول بسم الله الله أكبر. الناس توصل له لأن كله بيبقى عند الحجر الأسود. لا لا مو يوم 20 بحال والله هذا تكسر رسمي. اهلا بكم في فيديو جديد ومن المطار زي ما بنبدا كعادتنا رحله وسفريه جديده، ولكن المره دي رحله مختلفه لان انا لابس الاحرام واتحرك من القاهره رايح اعمل عمره في رمضان وان شاء الله تبقى عمره جميله. قررت ان انا اشارك معاكم العمره المره دي لان انا طول عمري بعمل عمره وعمري ما شاركتها مع الناس، فحابب اكسب الثواب للي ما قدرش يروح يتفرج عليها. ادونا لايك وكومنت، ادعوا لي وهدعي لكم وان شاء الله يعني ربنا يكتبها للجميع ويوفقني وتبقى عمره كويسه واقدر افرح بيها حد. المره دي مختلفه لان انتوا كلكم متعودين تشوفوني ببدا رحلاتي من هنا ولكن مش بلبس الاحرام. وانا كشخص عاش في السعوديه وبعد ما عملت اخر سنه تقريبا الحمد لله اكتر من 5 عمرات، قررت ان العمره قد تكون بقت سهله اخر كام سنه ولكن لسه في ناس مش مقتدره. قررت اشارككم رحله العمره كلها بتاعتي عشان الناس تعيش معانا نفس الاحساس. رحله عفويه، بفتح الكاميرا يمكن مش هتكلم معظم الفيديو، اقول لكم كل التفاصيل والحاجات. هنبدا من مصر. قررت اخد والدتي بمناسبه رمضان ونطلع نعمل عمره جميله. يوصل في الاخر مدته قصدي ثانيه. مفيش احلى من انك تبدا عمره وحاجه فيها حاجه لربنا بشويه مطر في القاهره في اخر شهر 3 في شهر 4 في رمضان. ودي الصاله بقى، المعلومات اللي هبدا اديها لكم في الفيديو. الصاله دي مخصصه بس لجده والمدينه لطيارات مصر الطيران بس عشان ما حدش يتلخبط. لو انت مسافر على مصر الطيران عمره جدة والمدينة من الصالة الموسمية، اسمها الصالة الموسمية، أول ما بتعدي كمين المطار على اليمين. بقالي سنين ما سافرتش منها لأن آخر مرتين رحت السعودية تقريبا كنت جاي من بلد بره مصر. الصالة الموسمية صالة صغيرة ويعني ما فيهاش خدمات كتير لأنها مخصصة من الآخر للمعتمرين بس تقريبا. بس أجواء ممطرة جميلة وبسم الله نبدأ رحلتنا. وقابلنا الشباب الجميلة دي. اسمك إيه؟ محمد حسن. وأنت؟ يوسف حسن. ومن فين؟ المنصورة. صالة صغيرة ولكن بما انها بس الجدة والمدينة ودلوقتي مفيش غير طيارة الجدة فالصالة دايما فاضية وبتنجز. يعني احنا خلصنا كل حاجة تقريبا في تلت ساعة ومستنيين الطيارة فاضل لسه عليها ساعة ونص. بما اني مسافر مع ماما ربنا يسلمها لنا، ماما مسافرة دائمة، معنى كده ان احنا بنخش الجولد كلاس لاونج ده دلع ولكن احنا صايمين فيعتبر ملوش لازمة بس هنخش هناك اتوضى واصلي ركعتين الاحرام ونبدا الرحلة. بعد ما اصلي وانوي المفروض اقلع الجاكيت، اللي ما عملش عمره قبل كده لازم تلبس بس لبس الاحرام، ما ينفعش تلبس جزمة، لازم تلبس شبشب، ما فيهاش اي حاجة، ما ينفعش اي حاجة فيها خياط. بس كده بياخدونا بالميكروباص سارة مخصصة. صلينا واحرمنا بسرعه ودلوقتي طالعين الطياره. احسن حاجه ان الطياره من جده ساعه ونص تقريبا فالطياره سريعه وكبيره. المنظر بيبقى جميل الصراحه لما تركب طياره وتشوف الناس كلها او معظمها لابسين نفس الاحرام وكلهم رايحين لسبب واحد ونفس المنظر ونفس الشكل، كلنا شبه بعض وكلنا واحد. وصلنا جده. بصوا، اللي عنده شنجن او عنده فيزا امريكيه او بريطانيه يقدر ياخد فيزا لمده سنه عند الوصول في السعوديه. وده المكتب. اول ما تخش كده تيجي عند المكنه دي وتعمل الاي فيزا، ولكن لازم تدفع بالكارت. يعني انت لو جايب كاش وما عندكش كارت بيشتغل انترناشونال، ده اللي بيحصل عندنا في مصر دلوقتي. لو انت شخص بيسافر بكاش والليميت عندك مش كفايه، الفيزا ب 450 ريال تقريبا، وعايز تيجي هنا تاخد الفيزا هيرجعوه او هتضطر تشوف حد كريم يدفع لك وتديله انت كاش في ايده. بس الموضوع محتاج انك يبقى معاك كارت بنك، ومع الليميتس الكتير اللي بتحصل في مصر هقول لكم حل دلوقتي هيحل كل ازمات السفر دي. بص بقى، بما انه رمضان ووقت الفطار، اول ما خرجنا من الجمرك خارجين من المطار حطوا ميه، لا حد ياخدها ميه ساقعه جاهزه. خلصنا ودخلنا
السعودية الحمد لله. خليني بقى اقول لكم ازاي ممكن نحل مشكلة الفيزا اللي لازم تدفعها، وقد ايه مشاكل تانية كتير بتواجهنا واحنا مسافرين بيحتاج مننا كارت وما ينفعش كاش، حجوزات تذاكر طيران اونلاين، حاجات كتير قوي لازم كارت. فالكارت لو مش شغال، شايفين الكارتين دول؟ ده كارت مصري، والكارت الاحمر ده كارت اجنبي، حساب بنك مفتوح بره مصر. ده اللي بينقذني دايما، حساب عندي بره مصر. انا مثلا اخر سنتين سافرت كتير قوي، سافرت في دول صعبه. الكارت المصري ده رغم انه فيه فلوس ومعاه فلوس، شخص قادر ان هو يسافر الحمد لله، بس مش بقدر استخدمه لان هو عليه ليميتس للاسف مع الازمات الكتير اللي بتحصل. فالكارت التاني ده هو اللي انقذني، لان انا كنت سافرت بكاش مبدئيا. مثلا حاجه زي السعوديه الفيزا بتاعتها ما كنتش اعرف اخدها. حاجه تانية، لو مسافر في افريقيا مثلا ب 5000 دولار كاش، 10000 دولار كاش، اكيد كنت هتقطع حتت. ولكن لو عندي الكارت ده، يعني انا مش بقول لكم ان انا عندي حساب بنك بره مصر فانا حليت الازمه، لا. انسيف بقى ده بيسمح لك انك تفتح حساب بنك في اوروبا، يبقى عندك حساب بالدولار او باليورو او بالباوند، تحول لك عليه مرتباتك لو انت بتشتغل فريلانس، يفضل بالدولار مش بالجنيه، وانت قاعد في مصر من غير اقامه، بباسبورك المصري بورق بسيط قوي تقدر تفتح الحساب ده، ويبقى عندك حساب رسمي في اوروبا، والكارت يجي لك لحد البيت تستخدمه في اي حته في السفر، ومحدش يحسسك ان انت قليل، عشان انت حتى لو معاك فلوس الكارت هيبقى بلوكد ومش هتعرف تستخدمه. فالكارت ده حل ازمه كبيره قوي. هحط لكم اللينك، نزلوه وهتدعوا لي. لو انت بتسافر او بتقبض مرتب فريلانس او بتعمل شغل كتير اونلاين او بتحجز حجوزات كتير، انسيف هو الحل. اول كارت في العالم بيسمح للمصريين يفتحوا حساب بره مصر. قلت لكم بقى ازاي نحل الازمه دي. خلينا نروح نشوف ازمه ان احنا مش لاقيين قطر نحجزه لان الدنيا فل، ولكن اكتشفنا ان في اتوبيس بيطلع من هنا من المطار الدايركت بيروح على حرم ب 25 ريال، ولكن عشان احنا معانا شغل كتير انا وماما فغالبا هناخد تاكسي. والتاكسي في رمضان في السيزون هو في العادي مثلا سعره بيبقى 150 ريال، دلوقتي سعره 250 300. تعال يا زيد تعال. عايزين تاكسي. انا في الايام العاديه ب 250 والله. انا بطلع ب 120. لا لا مو 120 بحال والله، هذا تاكسي رسمي. على الفلاح قد قامت الصلاة. معانا اكيد معانا بزياده، معانا سندوتشات كمان والله. الحمد لله اخذنا تاكسي متحرك تقريبا ساعة، بتبقى في مكة. مر هنا في التوكل تاكسي ب 250 ريال على الكعبة ان شاء الله. مياه احنا فطرنا على الطريق، احنا في الطريق والدنيا فاضية الحمد لله، لان احنا خرجنا وقت الفطار فالدنيا فاضية خالص لان احنا في رمضان. ولكن انا يعني لأول مرة مسافر سفرية مع ماما لوحدنا، فمدلعها ومقعدها في فندق على الحرم. بس قدامنا نص ساعة نوصل، هنطلع نحط شنطنا ونشوف الفندق عامل ازاي وننزل على الحرم على طول نعمل أول عمرة. ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا الأخ محمد يقول لأجل أن يحصلوا على فائدة. فيكم معالي الشيخ صالح، من الأسئلة التي وصلت إلينا فيما يتعلق بهذا الموضوع، إذا كان المحتاج قريب هل واخد الاسم مش نفس اللوجو. كنا عايزين نوصل وقت الصلاة عشان ندخل، ولكن العربية ما نقدرش ندخل بيها الحرم لأن وقت الصلاة في رمضان بالذات بيقفلوا كل مداخل الحرم لحد بعد التراويح ما تخلص بساعة ونص، فاضطرينا ننزل بعيد عن الفندق تقريبا 1.5 كيلو، نمشي بالشنط ونبدأ بقى دخولنا للحرم. دول معظمهم كلهم حجاج بقى من دول كتير. معلومة على المشي انا حابب اقول لكم، لان في ناس كتير عرب وناس كتير مننا، وانا نفسي اتفاجئت قريب ان اكتر الزوار اللي بيزوروا مكة والمدينة وبيعملوا عمرة ومناسك عامة بيزوروا السعودية لدواعي دينية مش عرب، لان الباكستانيين والاندونيسيين والاوزباك والناس البخارى دول كلهم دول اكبر نسبة مسلمين في العالم. يعني عندك اندونيسيا فيها 200 مليون مسلم، الهند فيها 200 مليون مسلم، باكستان تقريبا 150 مليون مسلم، عددهم اكبر من عدد دول العرب كلها. فمعظم الزوار بيبقوا من باكستان والهند وتركيا تركمانستان افغانستان والدول دي بس. ولكن برضه وجود المصريين في العمرة والحاجات دي بكثرة اكيد، يعني الحرم بيجوا من كل مكان. هنروح نطلع الشنطة ونبدأ العمرة بتاعتنا ان شاء الله تبقى خفيفة وسهلة. بصوا حتى مطعم بخاري، كل المطاعم هنا، المطاعم كلها من كل دول العالم، لان الزوار من كل دول العالم لازم يوفروا لهم اكل شبه اكلهم. أبص دول مثلا غالبا من الهند أو باكستان. بقى دلوقتي بما إنه وقت الصلاة مفيش ولا عربية، أتوبيسات بس المصرح لها بالدخول، ودي حاجة كويسة عشان ما يعملوش
تكدس عربيات كبير، ولكن ده خلانا مضطرين نمشي لان الاتوبيس ما بيروحش للفندق اللي احنا رايحين. ده مطعم باكستاني انديان فود، مطعم بخاري تاني. يعني مثلا قليل قوي لما تلاقوا مطعم مصري حوالين الحرم، ولكن هتلاقوا مطعم باكستاني افغاني بخاري الحاجات دي كلها. برج الساعة هناك اهو، والحرم اللي هناك. شايفين الزحمة الطويلة دي؟ في ناس على قد حالها جدا وبيبقى حلم حياتها انها تعمل عمرة، وبتيجي بخصومات وبتيجي بقرعة والحاجات دي كلها. هو فعلا بيكون بيحاول يوفر كل جنيه يقدر يوفرها. فحكومة الحرم والسعودية بيوزعوا وجبات واكل للناس. الطابور اللي جنبي ما بيخلصش، واقفين من دلوقتي الساعة لسه 10 عشان يلحقوا ياخدوا اكل للسحور. يعني الطابور لسه ما بيخلصش، كل ده طابور. يعني احلى حاجة في مكة وفي العمر عامة لما بتيجي هنا بتحس نفسك كلنا واحد، الغني والفقير بيمشوا وبيصلوا جنب بعض، ودي حلاوة الإسلام عامة. ولكن هنا بتحسوا قوي، الناس كلها خارجة ما تعرفش مين الغني ومين الفقير، الناس كل دي مصطفى عشان تاخد أكل. لسه مكمل لآخر الحرم في وشنا. بصوا شايفين الزحمة دي؟ زحمة خروج الناس من صلاة التراويح، واحنا ماشيين عكس الناس دي كلها. الزحمة زي ما بقول لكم مع تسهيلات الفيزا بقت العمرة يعني أضعاف الناس تحسها حج. وطابور الأكل الناس لسه واقفة، لسه ما خلصش. في ناس بتتخانق في الحرم، سبحان الله يا أخي. بس الطابور لسه مكمل آخر الخيم دي، والناس اللي خارجة من صالة التراويح عشان خلصت كتير قوي. هادي يا ماما، حته طالعه من الارض. بعد مشي رهيب عليك السلام وصلنا فندق شيراتون جبل الكعبه. وناخدكم بسرعه في الاوضه. بسم الله. هي أوضة في شيراتون فطبيعي هتكون نظيفة، توقع إنها بتبقى نظيفة. نبدأ بالحمام، كويس نظيف شياكة دلع، ولكن مش دي أحلى حاجة. أول حاجة عندنا 3 سراير. الإطلالة كنت متخيل إحنا نبقى على الحرم أكتر من كده. إيه ده؟ فين الشباك اللي هنا؟ ولكن إحنا حرم، يعني المآذن دي هي الحرم. كل الحجاج اللي تحت هم المعتمرين، لكن الأزمة مش كده. تخيلوا الأوضة دي عشان بس في وقت العمرة الليلة هنا يعني تقريبا في حدود $400، ولكن منطقي برضو عشان رمضان. أظن لو مش في رمضان تبقى ب100 وحاجة. احنا بقى مش جايين عشان الأوضة دي، ولكن عشان العيلة وكده، فراحة المرة دي من غير بهدلة. ننزل نبدأ عمرتنا. اتأخرت عليكم، أوريكم الأجواء، بس حبيت أوريكم ما قبل العمرة، التجهيزات. فالعمرة حاجات كتير جنب العمرة، وده اللي بيخرجك ساعات شوية من الخشوع. لكن خلاص نفصل وننزل نبدأ مناسك العمرة. احنا نزلنا من الفندق اللي ورانا ده، الفندق اللي احنا كنا فيه. كنت فاكر ان احنا نبقى اقرب للحرم عن كده. احنا يعتبر جوه الحرم. اول ما نزلنا منزل، وهناك المسجد. دي التوسعة الجديدة الحرم من يوم ما كنت باجي من وانا طفل، لما اهلي كانوا عايشين في السعودية، وفي توسعات ما بتخلصش. ودي حاجة بالنسبة لي عظيمة الصراحة، ان الحرم بيوسع والاعداد بتزيد. الاعداد زمان كانت عشر يمكن الاعداد اللي بتقدر تيجي النهارده بسبب التوسعات دي. يعني دي توسعة كبيرة دلوقتي حوالين الحرم كله. معرفش دي من الناحية الشرقية ولا من ناحية ايه، بس نص الحرم حواليه كله فنادق. الحرم عبارة عن دايرة، نصه كله فنادق. الفنادق اللي ورانا دي اللي هي ابراج الساعة، والفندق اللي احنا كنا فيه، وعلى يمين الناحية التانية وده يعتبر اغلى فندق هنا اللي هو فندق الفيرمونت. فاحنا قاعدين الليله هنا تقريبا ب $350 او 400. هناك الليله غالبا في رمضان واصله فوق ال1000 و1500$. اعداد مهوله. واحنا طالعين خايف الكلام نسيبكم شويه نعيش الاجواء.
والله ما في حول. يعني انتوا متخيلين؟ بص، شايفين هناك خالص ده الحرم القديم، يعني من كام سنة كان هو ده بس. المأذنتين دول وكل ده يعتبر حرم جديد قد الحرم القديم اصلا، اضعاف اضعاف. يعني هي مش يعتبر توسعة، هو مبنى جديد وحرم جديد تماما. المبنى مهول كل ده ولسه بيكملوا ورا. توسعة جديدة اصلا، في واحدة لسه ما بدأوش فيها. نبدأ نخش العمرة، وهنا ما يقدرش حد يخش لأن ده اللي بيدخل على الساحة غير وهو لابس لبس الإحرام. الناس العادية ممنوع. يعني الراجل ده بيرجعه أهو. ما عليك عندنا مكتوب الدخول فقط للمحرمين، ولكن ده حظ الستات، ان الستات يقدروا يخشوا صحن الحرم في اي وقت، لان هم دايما لابسين العبايه، مش فارقه سواء عمره او غيره. انا لو خلصت العمره وعايز اجي المسجد عادي هلبس لبس عادي، لكن في العمره بلبس لبس الاحرام، فبيفرقوا الناس عن طريق ده. بس نسيبكم بقى مع دخلة الحرم والنظرة الأولى على الكعبة. انا مش عارفه يا اختي، انا معايا هو محمد يا رب يا رب يا رب. النظرة الأولى على الكعبة بتبدأ تبان من أول ما بتخش من الباب. لو عملنا زوم كده، يا الله على الجمال والهيبة. إلى صحن المطاف. هنا تنزل صحن الكعبة. ننزل للصحن. المفروض أول ما نبدأ العمرة بنكشف كتفنا وبنبدأ العمرة. كده وصلنا صحن الكعبة المشرفة. دي مية زمزم اللي بتتغير ببلاش للناس. وعامة بالنسبة للزحمة اللي بنشوفها، بالنسبة لي مش زحمة. مع كثرة الزوار عملية تنظيف الحرم بتبقى من أصعب الحاجات. يقعدوا يجيبوا حبل ويوسعوا حتة حتة ويلموا كده، يعني لحد الصح الدنيا فاضية، الدنيا دي كلها فاضية. في عامل هنا بحبل بيزق بيوسع عجي يلا فريق عشان يقدروا ينظفوه. كل تقريبا كام ساعة بياخدوا حتة حتة تنظيف، ما بيقفش حتة ورا حتة ورا حتة. دول بيلموا زبالة، وده بعدين بالعربيات عشان يمسحوا الأرض على طول. وده هيدينا فرصة إن احنا نقرب
من الكعبة. ده الركن اليماني. هنا الركن اليماني. ده الركن اليماني. هو في حجرين، الركن اليماني وده حجر، وفي الحجر الأسود الناحية التانية، وده أسهل إنك توصل له لأن كله بيبقى عند الحجر الأسود. ولكن أنا مش من الناس اللي يعني، ولكن أنا من الناس اللي ولكن أنا من الناس اللي شايفة إن التدافع على حاجة زي دي يعتبر حرام حتى، مش يعني لأن أنت بتدافع الناس وتخرج من تركيزك في العمر. وده الحجر الأسود هنا، وبداية الطواف، بداية الشوط الثاني. احنا خلصنا شوط وده الشوط الثاني، وهنا باب الكعبة. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله. كله بيجي عند باب الكعبة وانت بتبدأ الشوط لازم تقعد تقول بسم الله الله أكبر. الناس بسم الله الله خلصنا الطواف 7 أشواط، وبعديها لازم تاخد ركعتين قدام باب الكعبة بعد صلاة التراويح. أظن كان أحسن وقت والحمد لله ربنا وفقنا. الدنيا كانت أفضل من المتوقع بكتير قوي، وبعد ما بدأنا على الشوط الخامس أو السادس الدنيا بدأت تزحم قوي. احنا كده خلصنا الكعبة هناك من الأبراج، وهناك إلى المصعد زي ما مكتوب فوق. كان نفسي اصور لكم مقام ابراهيم ولكن كان عليه زحمه قوي، وانا ما بحبش التدافع الصراحه خالص، لان فعلا بتقلل كتير قوي من قيمه حاجه انت بتعملها ربنا، مش محتاج اي تدافع. خلاص هنودع الكعبه ونتحرك الى السعي. السعي بقى الكعبه اصلا اظن دلوقتي بقت 4 ادوار، الدور الارضي 3 ادوار فوق، ممكن تطوف من اي دور من الادوار دي. اظن الروف دلوقتي السطوح مقفول، ولكن السعي معظم الادوار كلها مفتوحه، لان السعي مساحه صغيره اكتر من الطواف، فبيفتحوا الادوار كلها عشان الزحمه. واتوقع الدور الارضي اصلا معظم الوقت اخر عمرتين جه كان مقفول بسبب الزحمه، كان مليان على الاخر، فبيدخلوا الناس على الدور الاول. هنشوف دلوقتي هنقدر نروح انهي دور. ارضي وخلاص كده اتجهنا للمسعى. كل الناس دي خلصت العمره ورايحه تسعى. بصوا التجديدات ما بتخلصش. نفسي اجي مره والاقي الحرم خلصت فيه تجديدات، يعني التجديدات دي لفين؟ اظن انها الى ما لا نهايه، بيعملوا حته جديده فالحته التانيه بتقدم ويقعدوا يجددوا فيها. يعني ده اول دور، ده هنا للعواجيز اللي بعربيات ومعاهم اهلهم، تاخد عربيه. الحمد لله حبيبي. عندنا متابع شغال في الحرم، من اعظم الحاجات اللي حصلت لي الصراحه. بس الكبار في السن ممكن يجوا ياخدوا لاهلهم عربيه ويطوفوا بيهم، اللي ما بيقدرش يمشي. انا هنا اهو دلوقتي دخلنا من الدور الارضي، هنا الصفا والمروه، وده الجزء المتبقي من الجبل، لسه سايبين جزء الناحية دي وجزء الناحية التانية. هنا الصفا، بصوا الناس قاعدة. ماشي 7 أشواط، بنبدأ من الجبل الصفا نروح للمروة، 1 2 3 4 5 نخلص 7. عند الحته الخضراء دي الرجاله لازم تبدا تجري، رجاله بس، الستات ما بتجريش، ومش جري قوي، بتهرول.
ميه زمزم. دايما هتلاقيهم كاتبين في الحرم بالعربي وبالانجلش وبالاردو. الاردو عشان الباكستانيين والافغان كمان، واظن في دول كتير في اسيا حتى لو ما مش بيتكلموها بيفهموها. وهنا بنيجي مع كل نهاية شوط لازم نقول بسم الله الله اكبر ونبص للكعبة، وبعدين نقول الآية بتاعت إن الصفا والمروة. الجروب ده من تونس، السنة الخضراء دي كلهم جروب كبير أوي من تونس. كان في جروب من المغرب جنبه، في ناس بتيجي جروبات كبيرة. بس احنا خلاص آخر شوط، نوصل للآخر وبعد كده نخرج من هناك على اليمين ونروح للحلاق. الحمد لله خلصنا العمرة، ولكن هي لسه ما خلصتش. ليه؟ احنا لازم نقص شعرنا. قص الشعر دي شروط، لازم اللي يقصلك يكون واحد مش محرم، يعني لازم يكون حد قصله لو هو معاك في العمرة، او حد مش بيعمل عمرة اصلا يقصلك شعرك. ممكن تقص شعرك كله تجيبه زيرو وهي دي السنة وده المستحب، او ممكن تقص من 3 مناطق مختلفة من شعرك خصلة صغيرة. فهقصر وده مش غلط خالص، بالعكس يعني هو ده الصح. المستحب والسنة انك تجيبه زيرو، فانا يعني خلاص المرة دي هنعديها، دي حاجة. فاحنا دلوقتي خرجنا من الحرم ونتجه تاني عند برج الساعة. هناك موجود كل الحلاقين. اول ما بتخرج من الباب ده بيبقى في ناس واقفة بمقص عشان لو عايز تقص خصل بسيطة زي ما قلت لكم. فانا هقص شوية حلوين، فانا عايز مكنة حد يحلق لي. هنروح هناك وفي الطريق هحكي لكم في ايه لحد هناك. يعني دي منطقة تبع طبعا الملك والحكومة، وبعد كده الفنادق. الحمد لله العمرة خلصت بسرعة، كنت متوقع انها تبقى اصعب من كده ولكن عدت. كانت سفرية طويلة فانت بتبقى جاي من ارهاق مش قادر، بس عدت. بس اصعب حاجتين في العمرة، اول حاجة هي انك تحاول تمسك نفسك ووضوءك دايما، ودايما يبقى عندك وسواس انك نقضت وضوءك، لانك لو نقضت وضوءك وسط الطواف لازم تبدأ تتوضى وتبدأه من الاول وتبدأ عمرتك من الاول. تخيل تبقى انت في الطواف رقم 6 ويبقى مطلوب منك تتوضى عشان انت نقضت وضوءك وخرجت افرازات منك. الحاجة التانية وهي التدافع. الصراحة التدافع بالنسبة لي يعني لحد دلوقتي مش قادر الاقي تفسير. لو حد هنا فاهم ودارس يقول لنا ازاي الدين بيمنع كل الاختلاط والتزاحم في كل حتة في الدنيا، ولكن في الحرم الرجالة والستات بيخبطوا في بعض. تبقى حاسس انك يعني داخل معركة مش داخل تخشع مع نفسك ومع ربنا. بس ربنا يتقبلها وزي ما هي وخلاص، احنا بنحاول نعمل اللي علينا بس، وربنا يكتبها للجميع. هاخدكم دلوقتي في رحلة الحلاقة وبعديها اوريكم كم مبنى اللي حوالين الحرم ونقفل الفيديو من هناك. دي هنا بقى ساحات للصلاة، بما ان الساعة 1 فهي مفيش صلاة وما لحقتش التراويح. حاجة معلومة غريبة كمان عن الحرم مش كل الناس تعرفها، غالبا الناس اللي بتتفرج على التلفزيون بتتفرج على التراويح في قناة السعودية عارفاها، ولكن معظم الناس عارفة ان احنا في مصر بنصلي التراويح 8 ركعات، في الحرم بيصلوا 20 ركعة. انا معرفش ليه، حد عارف يقول لنا برضه. وصلنا بقى عند المكان اللي فيه الحلاقين جوه. الباب ده تخش جوه، هم مش هيسيبوك. انت من اول ما بتخرج بتلاقي ناس بتنده عليك، حلاق خالد. بص كل دول هيبداوا يفصلوا معانا دلوقتي. تبدا رحله. ثانك يو. خش ونشوف حلاق جوه. سعرها تقريبا بيبقى 10-15 ريال بالكتير، لان هي بتبقى معظمها حلاقه بالموس، بيقشرك كانك بيقشر برتقانه في دقيقتين بتبقى خلصت شعرك. بص كمية الحلاقين. انا اخر مرة حلقت هنا. صالون توحيد. اوكي توحيد. ايوه توحيد 100 ما شاء الله. اوكي شغل ضبط موس ماكينة. اوكي اي شيء ما شاء الله. هذا ماكينة ان شاء الله ضبط كل شيء. شغل منطقة ان شاء الله ضبط. الحلاقة الماكينة. جزار. حاجة
بسم الله. كويس. حلقنا. اوكي شكرا. فين كويس. كويس مني. حاولت اقول له 3 و4 وظبطها، قال لي هو رقم 1 اختار 3 ولا 4 كله حته واحده، بس مش سيئه. من الحاجات الغريبه واللي مستحيل حد يتخيلها، هنا الكعبه وهنا ده برج الساعه. اوكي في فنادق، وطبيعي لازم يكون في فنادق حوالين الحرم، بس تخيلوا ان البرج ده عباره عن شوبينج مول، وفي كل البراندات العالميه، كانك في مول موجود في اي حته في العالم. طبعا مش كلهم، ولكن معظم البراندات العالميه التي تتخيلها موجوده هنا. فانت بتعمل عمره وبتطلع بعديها تلاقي بقى ايه، دايما البنات بعد ما بيخلصوا عمرتهم ولا موجودين في مصر، الحاجات اللي مش موجوده في مصر خلصوا ويكملوا السفريه كلها هنا، يصلوا الصلاه هنا ويجوا يكملوا لف في المول. فاحنا داخلين ومكتوب فوق وقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين. فالبرج ده كله متخيلين ان هو وقف، فلوسه كلها طالعه وقف لله. نشوف المول دلوقتي ونشوف جوه عامل ايه. حبيبي ان شاء الله. نص المول وضخامته وحجمه وكميه الناس اللي جوه. هنا كميه محلات عود، صيدليات، وبعدين بقى كله هنا عود، الدخيل للعود، الماجد للعود. هنا في ده بادي شوب، ده بس المول. وفي بقى يبدأ فندق برج الساعة وأبراج كتير زي الفيرمونت، أبراج مكة، فنادق صفوة، أسامي كتير ومختلفة. كل دي محلات، وجوه للآخر فوق تحت كل مكان. فلو انتوا جايين وعايزين تشتروا شوية حاجات ليكوا، لبس، حاجات يعني مش موجودة في مصر، هتلاقوها هنا. أما لو عايزين حاجات لوكال وحاجات هدايا، البرج اللي جنبه اللي هو برج الصفوة هو اللي فيه كل الحاجات الهدايا بقى، السبح والسجاجيد الصلاة والحاجات دي، وأرخص من البرج ده لأنه برج شعبي شوية، هو لازق فيه باب في باب. البرج اللي ورانا ده مش عارف اسمه، ولكن داخل موسوعة جينيس في أطول أو أعلى مصلية معلقة في العالم. البرج اللي فوق، الحتة اللي في النص دي مصلية بتشوف الكعبة. بس الميزة بقى في كل الفنادق دي إن أنت لو صليت فيها يعتبر صليت في الحرم. طبعا هو الإحساس مش هو، ولكن الثواب هو، لأن كل ده يعتبر نطاق الحرم المكي الجميل كل ده. وطبعا اي حد بيجي السعوديه، وبالنسبه لي انا اول يوم لازم اكل البيك، ولكن الساعه 2 بالليل عشان اكل بيك دلوقتي وانا تعبان وجاي من السفر لازم نطلع بره منطقه الحرم، يا اما نروح البيك اللي في الحرم ده هياخد مش اقل من 2-3 ساعات، فهنخلص على الساعه 4 قبل الفجر بحاجه بسيطه، وهيبقى حموضه وصعب مع الصيام. فاول يوم راحه نسحر في الفندق، وبكره هنروح البيك ناكل في البيك، لان ما ينفعش تيجي السعوديه وما تاكلش بيك. انا بالنسبه لي السعوديه نروح نعمل عمره، نخلص نصلي وناكل بيك وبس، نمشي، مش محتاج حاجه تاني. وبس كده من فندق شيراتون الجميل. احب انهي الفيديو، اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا في نفس الوقت. يعني ما اعرفش، انا حاولت اعمل عمره، يمكن اعمل عمره تانية عشان انا برضو العمره دي كنت مركز فيها في التصوير اكتر من العمره، وربنا ان شاء الله يتقبلها واكون فدت بيها غيري، ودعينا للناس، ودعيت لكم، ودعيت لكل المسلمين واخواتنا في فلسطين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، سيبوا لي لايك وكومنت، نشوفكم في كل مكان عشان تاخدوا ثواب زيكم. حاجه تانية ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون من المدينه، ولكن مصوره من كام شهر لما كنت في السعوديه. الفيديو اللي بعديه هيكون في الاردن، واللي بعده محاوله لدخول، يعني استنوا فيديوهات قويه مع نهايه رمضان. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.